عمرك دخلت اللجنة وبصيت في الورقة وحسيت إنك مش ناسي الإجابة؟ لا، ناسي كل حاجة. المذاكرة اختفت والعقل فاضي. اللحظة دي كانت نقطة التحول في حياتي، وفي الفيديو ده هقول لك على 10 أسرار بس خلوني أنقذ مستقبلي وأذاكر بذكاء بدل ما أضيع. لا تنسوا الصلاة على رسول الله علشان الخير يفتح من أول ثانية. الفصل الأول قبل السقوط. أنا اسمي علي، وكنت زي أي طالب بحاول أذاكر بس أنسى. الامتحانات كانت بتعدي بالعافية لحد ما دخلت أول امتحان شهري في مادة علم النفس الإدراكي. المادة الناس قالت عنها سهلة وأنا صدقت. طلعت ب4 من 20. قفلت في وشي، بصيت في السقف وقلت هو أنا غبي؟ بس الحقيقة لا، أنا ما كنتش غبي، كنت بذاكر غلط. وبدأت أفهم إن النجاح مش بالمجهود، النجاح بالذكاء في المذاكرة. السر الأول، التركيز مش بعدد الساعات، التركيز بوقت الذروة. اكتشفت إن مخي بيفهم أكتر وقت الفجر بعد الصلاة. 1:30 الصبح كانت بتساوي 4 ساعات بالليل. اعرف إمتى عقلك صاحي واشتغل وقتها. مش المهم تقعد قد ايه، المهم تقعد امتى. اعرف وقتك الذهبي للمذاكرة. السر الثاني، الفهم يسبق الحفظ. كنت بحفظ كأني آلة من غير ما افهم، لكن لما بدأت اربط المعلومة بسيناريو، بسؤال، بحكاية، بدأت المعلومات تفضل ثابتة. الحفظ لوحده زي البخار، الفهم ده اللي بيثبت. السر الثالث، المشتتات هي القاتل الصامت. الموبايل كان بيكسر تركيزي كل 5 دقايق. بقيت أذاكر كده 30 دقيقة تركيز إكس، وضع طيران 5 دقايق راحة خفيفة وارجع تاني. دي اسمها البومودورو، أنقذتني من الضياع. الفصل الثاني الصحوة. بعد الفشل خدت يوم لنفسي وسألت أنا بذاكر ليه؟ لنفسي ولا للناس؟ واكتشفت إني بذاكر زي الناس مش زي أنا، ومن هنا بدأت أتعلم وأذاكر بطريقتي. السر الرابع، اعرف نمط تعلمك فيه 3 أنماط. بصري بيتعلم بالرسم، الألوان، الصور. سمعي بيتعلم بالشرح، التسجيلات. حركي بيحتاج يكتب أو يتحرك علشان يفهم. أنا كنت بصري وسمعي، بدأت أسمع الشرح وأرسمه، وفعلا بقيت فاكر المعلومات كأنها صور في دماغي. السر الخامس، الكتابة بتحفر المعلومة. أول ما بدأت أكتب بإيدي المعلومة دخلت في الذاكرة. الكتابة تساوي تفاعل جسدي بلس ذهني. مش لازم تكتب كل حاجة، بس لازم تكتب بإيدك علشان تثبت. السؤال أهم من الجواب. المذاكرة مش إنك تحفظ الكتاب، المذاكرة إنك تسأل نفسك إيه ممكن يجي في الامتحان؟ إزاي أشرحها لحد؟ اللي بيسأل أكتر بيفهم أعمق. الفصل الثالث، الانفجار العقلي. جات لي نفس النظرية اللي فشلت فيها زمان، بس المرة دي كنت مجهز قصة بافلوف، الكلب، الجرس. شرحتها كأنها كرتون. الدكتور ضحك وكتب لي أول مرة أشوف حد فاهم النظرية بالشكل ده. لما تذاكر بطريقتك النجاح هيجيلك. السر السابع، المراجعة مش إعادة. كنت براجع كأني بذاكر من جديد. المراجعة الصح بأسئلة، خرائط ذهنية، شرح لحد مش تقرأ الكتاب تاني. راجع بذكاء. السر الثامن، اللعب بالمعلومة. كنت بلعب كويزات، أشرح لأختي الصغيرة، أعمل مسابقات. كل ما لعبت بالمعلومة ثبتت أكتر المعلومة اللي تضحكك أو تلعب بيها، عمرها ما تتنسى. السر التاسع، المخ محتاج بريك. النوم مش ضعف، النوم بيحول المعلومة لذاكرة ثابتة. افتكر، مفيش دماغ تشتغل 24 ساعة. الراحة تساوي إنتاجية أعلى. السر العاشر، صدق إنك تقدر. أكبر سر إنك تصدق إنك مش فاشل. صدق إنك محتاج بس بداية جديدة. أول ما تصدق في نفسك كل حاجة هتتغير. نجحت في المادة اللي كنت شايلها وجبت فيها امتياز، مش بالحظ ولا بالغش، لكن علشان بدأت أذاكر بطريقتي أنا. وكل سر فيهم كان خطوة في طريق النجاح. لو وصلت للنهاية فأنت بطل حقيقي. اكتب لي في الكومنت أنا هبدأ من النهاردة، وشارك الفيديو مع حد تايه يمكن يكون سبب في إنك تغير مستقبله. وافتكر، مفيش مادة صعبة في طريقة مذاكرة غلط. ولو حابب تشوف فيديوهات أكتر عن أسرار المذاكرة اشترك دلوقتي وخلي هدفك قدامك دايما.